لو انا عايز النهارده احط عنوان كبير للقعده بتاعتنا النهارده هيبقى ازاي ناكل صح. هو احنا مش بناكل صح؟ ايوه احنا ما بناكلش صح، احنا بناكل غلط جدا. مين فينا عارف يعني ايه الهرم الغذائي؟ الهرم الغذائي اللي احنا اتربينا عليه واللي احنا بندرسه من سنين طويله، وعايز اقول لكم من ستينيات القرن العشرين والهرم الغذائي ده موجود، اللي قاعدته مكونه من النشويات يليها البروتينات يليها الدهون. انا عايز اقول لكم النهارده ان الهرم الغذائي ده مغلوط من اساسه، هو غلط. ازاي يا دكتور؟ يعني ايه؟ يعني احنا كل الكلام اللي بنتكلم فيه من ستينيات القرن الماضي غلط؟ ايوه، الهرم الغذائي ده مش مظبوط. طب هو جاي منين؟ يعني الهرم الغذائي ده جاي منين؟ هحكي لكم الحكايه بتاعته في دقيقتين بالظبط. في ستينيات القرن الماضي منظمه الغذاء الامريكيه ونتيجه رعايه رئاسيه امريكيه بعد تعرض الرئيس الامريكي لجلطه في القلب، بدات تفكر العلاقه ما بين الغذاء بتاعنا وما بين جلطات القلب وما بين جلطات الشرايين. هل في علاقه ما بين اكلنا وشربنا وما بين اصابتنا بامراض زي امراض القلب والشرايين والسكر؟ فبدأت تعمل دراسة كبيرة جدا. الدراسة ديت اتعملت على 12 دولة، لكن لما هتجوجل على الدراسة دي وهتبحث عنها على جوجل، ابحث عنها في كلمات دراسة ال7 دول، ودي هتلاقيها وهتلاقي عنها كلام كتير جدا. ايه بقى قصة الدراسة دي؟ وهي 12 دولة ولا 7 دول؟ وليه لو دخلت دلوقتي وكتبت دراسة ال 12 دولة مش هلاقيها، ولو كتبت دراسة ال7 دول هلاقيها؟ الحقيقة ان الدراسة دي تم التلاعب في نتائجها في هذا التوقيت بشكل كبير جدا ولمصلحة ناس معينة. طب ليه؟ الحقيقة الدراسة لما اتعملت على 12 دولة، كان منهم امريكا وبعض الدول الاوروبية والهند والصين، نتائج الدراسة كانت بتقول شيء، والنتائج اللي تم اعلانها في دراسة ال7 دول كانت شيء تاني. نتائج اللي تم اعلانها طلعت لنا الهرم الغذائي اللي بيقول احنا عشان ناكل صح ناكل نشويات كتير بحجم ان الوجبة تكون تمثل فيها النشويات اكبر من 50%، يليها البروتينات ويليها الدهون، واصبحت الدهون هي المتهم الاول في الاصابة بمشاكل القلب والشرايين والجلطات. امال هي الدراسه الحقيقيه بتقول ايه؟ الدراسه الحقيقيه لو جمعنا الداتا من ال 12 دوله اللي احنا الدراسه فعليا اتعملت عليهم، كانت بتتهم النشويات اتهام مباشر باصابات القلب والشرايين بالجلطات وبامراض زي امراض السكر والميتابوليزم. يعني ايه؟ يعني احنا طول السنين اللي فاتت دي مضحوك علينا تقريبا، نقدر نقول كده. انا مش مع نظريه المؤامره، لكن في دي بالذات الحقيقه الداتا موجوده، واي حد هيبحث على الانترنت هيلاقي الكلام اللي انا بقوله ده بمنتهى اليسر، مش حاجه مستخبيه ولا حاجه. يعني انت عايز تقول يا دكتور؟ عايز اقول ان النشويات اللي احنا بنسرف في استخدامها هي السبب الرئيسي في تكاثر الدهون في جسمنا، تكاثر الدهون في أوعيتنا الدموية، في إصابتنا بمشاكل القلب والشرايين.